يا هندسة أنا محتاج كم من الوقت عشان أبقى في الاستاد. يا عزيزي خليني أقول لك إنه سؤالك ده غلط، وده ما مفترض سؤال تسأل والله الصراحة يعني. أوريك ليه. شوف يا عزيزي، أنت عشان تبقى في الاستاد عندك تقنيات معينة مفترض تدرسها، صح؟ في أكتر من تقنية أنت تدرسها في مسار معين. طيب يا عزيزي، إذا في زول قال لك أنا هطلعك فول ستاك في 6 شهور، أنت عارف هو طلعك فول ستاك في 6 شهور بناء على شنو؟ بناء على عدد الساعات اللي هو خاتيها للكورسات اللي حيدرسها. انا في الكورس خدت والله كورس اتش تي ام ال مثلا 20 ساعه مع التطبيق العملي، وده كده 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 تمام. فيلا انا بجي بجمع الساعات دي كلها وبوزعها على ال6 شهور دي. في خلال ال6 شهور انا هيكون مثلا قول 300 ساعه، تمام، موزعه شهور وموزع على اسابيع. في كل اسبوع انا هاخد كم، تمام. دي مرتبه وكده. يلا انا اذا اطلعك فول ستاك هطلعك فول ستاك على اساس الحاجه اللي انا خدتها دي. لكن كونك انك في نفسك تبقى فول ستاك جد جد، لا دي حكايه تانية يا عزيزي. دي بيدخل فيها مدى استيعابك للكورس، اساسك، تكوينك، تمام، ظروفك الاقتصاديه وحالتك العاطفيه يا معلم. عرفتها انك تكون مستقر. ده كله خلي انت في اليوم حتقدر تدرس كم ساعه؟ انا ما بعرف. انت مخك ده كيف؟ انا ما بعرفه. اساسك من ورا اصلا، تمام، خلفيتك شنو في المجال، في مجال الحاسوب ده برضه انا ما بعرفه. يلا في تفاصيل كثيره جدا. انت لما تجي داير تسال السؤال ده ما تسال لك اي زول، وما تسال لك مثلا زول كوتش وعنده كورسات برضه هيتوهك يا مان. لا، الموضوع اكبر من كده. خليك عارف مين هسي في كورسات معينه في فول ستاك في اي مسار انت ماشي، سواء كان هتكون فول ستاك ماشي اطار اتجاه موبايل، ولا تمشي ويب، ولا هتمشي اي مسار تاني. في كورسات معينه انت لازم تمشي عليه. ما معروف انت هتخلص الكورسات ده في كم. كورس اتش تي ام ال بياخد 20 مثلا ساعه، مثلا انت احتمال تخلصها في 30 ساعه، تمام. ده بيرجع لاستيعابك، بيرجع لعدم استقرارك، تمام، بيرجع مثلا لظروفك الماديه، تمام، بيرجع انت ما قادر مثلا تدي مثلا. لو المدرب قال 20 أو 10 ساعات في اليوم، انت قادر بس 3 ساعات في اليوم. اذا لو كان الكورس ده 20 يوم معناه انت هتضرب ال 20 في 3 60 يوم، شهرين، صح ولا ما صح؟ اذا ما في حاجه بقول لهم مده زمنيه انا ببقى فيه فول ستاك. اي زول بيسال السؤال ده هيجي نهايه اليوم او هيجي نهايه ال6 شهور حلقاه في زيرو، الا ما ندر يعني. و6 شهور كونه يطلعك فول ستاك ويب ديفلوبر، والله كذب 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 لهم بهناك يا مان. المسار ده طويل، محتاج صبر، تمام. وقصه الفول ستاك ده زاد غلط انه زول من البدايه كده يمشي في تراك فول ستاك. لا انت بتمشي تراك واحد من التراكات، بتثبت فيه امورك بعدك بتمشي التراك الثاني. فده كله فخ يا مان. بتسال السؤال ده رجاء تاني.